لو انت مش لاقي وضع مريحك في القعده، او لو انت نايم مش لاقي وضع يريحك، يبقى انت محتاج تفهم الاول ايه اللي بيضايق ظهرك عشان تبدا تلاقي الوضع المريح. فانت لو من الناس اللي بتتوجع كتير من الوقفه الكتير، او ما بتيجي تعمل كده اهو، عشان اصلا الوقفه كتير بتعمل كده والرجوع لورا ده بيزود ميلان الحوض لقدام، فاحنا محتاجين نعمل تمارين تعكس الموضوع ده. تمرين زي انك تاخد رجلك كده على صدرك كده، او تاخد الاثنين على بعض مع ثبات 10 ثواني 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل. تمرين التوطيه ده كده اهو ثبات 30 ثانيه 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل. وطبعا في حاله زي كده احسن وضع للنوم انك تحط مخدات كتير تحت رجليك وتبقى نايم كده اهو وظهرك مفرود. لكن لو وجعك بيزيد بالقعده الطويله على المكتب، او بيزيد لما تيجي توطي تجيب حاجه من الارض، او بيزيد لما تيجي توطي تجيب حاجه ثقيله من على الارض، كده انت محتاج تعمل العكس تماما. تروح نايم على بطنك تريح، وبعد ما تريح شويه زائق وانت مرخي بطنك مرخي جسمك كله، دراعك بس اللي بيزق، تثبت كده فوق 10 ثواني، تكرر 3 مرات الصبح 3 مرات بالليل. اعرف نفسك انت انهي حاله من دول، وعلى اساس اعمل التمارين، وان شاء الله في اقل من اسبوعين تحس انك احسن بكتير. هذا والله اعلم.